السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. طبعا يا جماعة كل سنة وحضراتكم طيبين. النهاردة طبعا يا جماعة جاية اكلمكم كده في موضوع مهم جدا جدا جدا، اتمنى تشاهدوا الفيديو. رمضان بقى اللي جاي، كل سنة وحضراتكم طيبين وبخير. فيا جماعة طبعا كنا الاول بنعزم ونتعزم. الدنيا طبعا كانت حلوة معانا بصراحة. انما دلوقتي يا جماعه عايزه اقول لكم الحاجه كلها غليت، وربنا يا رب يعين الناس بصراحه. فاتمنى يا جماعه كده تقولوا بقى على الموضوع اللي انا هكلمكم عليه النهارده، موضوع حلو ولا انا كده يعني مكبره المواضيع؟ طبعا يا جماعه النهارده قلنا اتفقنا انا واخواتي طبعا، مفيش عزومات خالص، ولا احنا هنروح ولا هم هيجوا بصراحه في رمضان. ان شاء الله بقى كل اللي عايز يعزم اي حد نعزم بعضينا في الستة البيض بعد العيد، وكل سنة وحضراتكم طيبين. لان طبعا العزومات انتوا زي ما انتم عارفين العزومة الواحدة بتكلف الشيء الفلاني. وكنا كمان كانت الحاجة كمان رخيصة وكانت بتكلفنا كتير جدا جدا. دلوقتي كمان الحاجة غليت الطقطقين وتلاتة واربعة. فبصراحة مش هينفع ان احنا نعزم ولا نتعزم. فرمضان ده يا جماعة نلم كده الدنيا، ونلم الميزانية عشان الميزانية ما تخربش معانا اكتر ما هي خربانة بصراحة. الفراخ غليت والرز غلي وكل حاجة، كل الاكل والشرب يا جماعة والله العظيم تلاتة بقت غالية جدا جدا جدا. فبصراحة موضوع مهم جدا عايزة اقول لكم عليه، ولا نعزم ولا نتعزم في رمضان دون لغاية بقى ما نشوف كده الدنيا هترسى معانا على ايه بصراحة. فالموضوع دون قلت بقى اقول لكم كده عليه، ده بصراحة جت كده في دماغي انا واخواتي، ربنا يا رب يحفظهم ويبارك فيهم. قلنا بقى مفيش عزومات خالص يا جماعة السنة دي لغاية كده لما ربنا بقى يكرمنا كده ونقف على رجلينا بصراحة. الميزانية معانا خربانة ومش معانا لوحدينا. بصراحة يعني، والشهر دون جاي طبعا رمضان وعيد الأم، وجاي المدارس شغالة لسه دروس طبعا. فبصراحة الميزانية خربانة خالص 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 خالص. فأتمنى بقى تقولولي في الكومنتات ايه رأيكم بقى في موضوعنا النهاردة. وتسلموا لي احلى واجدع اخوات في الدنيا، كل سنة وحضراتكم طيبين وبخير. السلام عليكم حبايبي.